يلا بينا يا شباب نكمل درس الجرامر الخاص بيونت 7 لأولى ثانوي. زي ما انتم عارفين احنا أخدنا درس الباست سيمبل الماضي البسيط المرة اللي فاتت. المرة دي إن شاء الله هندخل على الباست بيرفكت، الماضي التام، ماضي وتام كمان. ده كمان ايه، تم وزي الفل وحصل وخلص وانتهى وكل حاجة، فبنقول عليه ايه؟ باست بيرفكت. طيب أنا قلت لكم قبل كده هنت، وقلت لكم أول ما أقول بيرفكت تعرف على طول ان انا بستخدم have و has اللي هو verb to have، ولكن انا بقول لك ماضي past يبقى طبيعي مش هستخدم have و has، هستخدم الماضي بتاعهم اللي هو ايه؟ had. وما دام حطيت لك had حضرتك لازم بعدها تصريف ثالث past participle اللي هو V3، بنقول عليه التصريف الثالث للفعل. انا كنت محفظاكم الحته دي قبل كده. طيب عايزين نفهم بقى هي ايه اللي بتقوله ده؟ يعني ايه past perfect وده بيحصل امتى وازاي؟ انا هقول لكم جمله واحده فقط، حطوها كده زي ما بيقولوا حلقه في ودانكم، تلزق كده في الدماغ ما تروحش. اول ما يقول لحضرتك past perfect تقول له حاجه واحده بس، the past of the past. اسمه ايه؟ past of the past، ماضي لماضي، ماضي حصل قبل ماضي. بمعنى ايه؟ جيت اقول لحضرتك والله انا وصلت ولكن هم كانوا مشيوا، يبقى أنا وصلت بس هم قبلها كان حصل إيه؟ هم مشيوا. يبقى مين اللي حدث اللي حصل الأقدم؟ فين الحدث الأقدم؟ إن هم مشيوا وبعدها أنا وصلت، عشان كده دخلت المكان ما لقيتش حد موجود. يبقى تركبت الجملة أقولها إزاي؟ بص كده بالراحة، تعالى نعملها. لو أنا جيت قلت when I arrived، لما وصلت ايه اللي حصل؟ هما كانوا ايه؟ الأقدم مشيوا. أنا هنا عملت ماضي عادي، ماضي بسيط، هروح قايلة they had already left. هما already أصلا كانوا مشيوا، already ايه؟ left. طب تعالى نحلل كده الجملة، ايه اللي حصل هنا؟ هنا when I arrived ده الحدث الأحدث، فاستخدمت هنا past simple، استخدمت past simple ماضي بسيط. لما أنا وصلت كانوا مشي، والأقدم فين؟ ده الأقدم they had already left، فهنا استخدمت ال past perfect. ده من الآخر. يبقى تاني ال past perfect حدث أقدم من الحدث الأساسي بتاعك، حدث أقدم لازم يكون جاي في الجملة ويكون هو الأقدم من الحدث اللي موجود. يبقى معنى كده الحدث الأقدم بستخدم فيه الباست بيرفكت. الحدث الأحدث اللي حصل بعد الحدث الأقدم استخدم فيه ايه؟ باست سمبل. يبقى تاني تعالى كده نفتكرها، أقدم باست بيرفكت، أحدث باست سمبل. قولها كده لوحدك، أقدم بالظبط باست بيرفكت، أحدث باست سمبل. برافو عليك، ذاتس ات. طيب أنا بشتغل بطريقة مختلفة شوية عن أي مدرس تاني. لازم أعرضكم الأول لحاجة مكتوبة ننوتس فيها اللانجوج، نلاحظ فيها اللغة. وهنعمل النهاردة حاجة لطيفة جدا 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 مع بعض، وبعدها إن شاء الله هنبتدي نشرح بالتفاصيل ونمشي بنفس التكنيك اللي بمشي بيه كل مرة، اللي هو إيه؟ MFP، هو ده. طيب تعالوا كده نروح على الملزمة وهقول لكم إحنا هنعمل إيه. بصوا بقى يا شباب، طبعا الشغل من A to Z احنا اللي عاملينه، اوكي؟ يعني افكار كلها مننا احنا، اوكي؟ من عندنا، ومش هتلاقوها في حته تانية. هعرضكم الاول ان شاء الله الكونتكست مكتوب، قطعه مكتوبه لازم نتعرض فيها للغه، فركز معايا وصحصح لان هيطلب منك هنا تاسك وبعد كده هنبتدي نشتغل. جايب لك هنا طبعا قطعه كلها في الباست بيرفكت تنس. بيقول لك هنا ايه؟ الولد ده الحقيقه اسمه احمد والتايتل بتاعنا مكتوب too late، يعني حاجه متاخره قوي. طب ايه اللي حصل؟ واضح كده ان في problem او situation، موقف اتحط فيه صديقنا احمد، فتعالوا نشوف ايه اللي حصل لاحمد. بيقول لك هنا ايه؟ when احمد arrived، لما احمد وصل at school، لما وصل المدرسه he was very nervous، كان متوتر قوي. طب ليه يا احمد؟ he realized، هو ادرك that he had forgotten his homework at home،
اكتشف فجأة وأدرك، realized يعني أدرك، وخلي بالك أنا حطها هنا فين؟ في الباست simple. في الباست إيه؟ simple. خلاص؟ he realized إن هو he had forgotten his homework فين؟ at home. فين هنا الفعل الأقدم يا شباب؟ إن هو arrived at school ولا had forgotten his homework؟ ها سامعيكم؟ برافو عليكم، had forgotten his homework، إنه نسي الواجب بتاعه. يبقى ده الأقدم، يبقى ده اللي هحط فيه الإيه؟ الباست بيرفكت أهو. يبقى ده كده أهو باست بيرفكت يا شباب، من غير ما نفكر. أقدم باست بيرفكت. حلو قوي. طب إيه اللي حصل؟ هيتعلق ولا إيه؟ تعالوا نشوف أحمد هيحصل له إيه. The teacher was angry. التيتشر كانت غضبانة. وهنا قلت سبب because. عمل إيه أحمد؟ because عمل إيه أحمد؟ had made the same mistake before. هنا تخيلوا كده التركيبة، تعالوا نفهمها مع بعض. بيقول لك هنا التيتشر كانت غضبانة، زعلانة، غضبانة قوي. angry يعني غضبان. ليه؟ قال لك هنا because يعني ده سبب. طب ايه السبب؟ ان احمد had made عمل نفس المشكلة before قبل كده. highlight before دي لانها مهمة قوي. طبعا ملزمة قدامك حضرتك تعمل كل حاجة معايا. خلاص احنا بنفصص كده القطعة، فخليك دايما معايا. ايه ده؟ يعني هو عمل ده قبل كده. طيب ما دام عمل ده قبل كده يبقى ده اقدم، يبقى انا برضو استخدمت الباست بيرفكت. الباست ايه؟ بيرفكت. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ احمد felt bad. احمد حس انه متضايق، حس انه زعلان. bad. اوكي I'm not good. ليه؟ because عشان ده برضو سبب. he had studied well the night before وhighlight before. يبقى عندك because highlighted وhighlight كمان before. يبقى الفعل الأقدم هنا هو حاسس إنه متضايق، ده الأحدث. طب ليه؟ في سبب. ليه بقى؟ عشان هو ذاكر كويس the night before الليلة اللي قبل ما يجي فيها المدرسة. يبقى ده الأقدم، ومتضايق هنا سبب. ليه؟ وخلي بالك عشان كل ده هنشرحه بعد كده بالتفصيل. After the class ended بعد ما الكلاس خلص، الحصة خلصت، he promised himself والله وعد نفسه that he would be more careful after بعد ايه بقى؟ he had learned his lesson. بعد ما اتعلم الدرس كويس. بس كده. طيب طالب مني حاجة هنا بقى. بيقول لك ايه بقى؟ time to write down the sentences you noticed. احنا already عملنا لها highlight. هو طالب منك هنا حاجة لطيفة قوي. عايزاك كده الورقة معاك، سوري الملزمة معاك والقلم بتاعك معاك، وتعالى نشوف هنعمل ايه. هو قال لك هنا انا هكتب هنا الباست بيرفكت فقط، الجمل اللي فيها الباست بيرفكت فقط. قال لك هنا when احمد arrived at school he was very nervous. مش عايزه كل ده. he realized that he had forgotten his homework. يبقى الجمله اللي انا هكتبها ايه؟ he had forgotten his homework. حلو قوي. يبقى دي اول جمله. تاني جمله عايزه تاني past perfect. فكر لي ها، تك 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 اهو. احمد had made the same mistake before. يبقى احمد had made the same mistake. خلاص مش before. نخش على الراجل الجميل ده الشرير ده. قبل كده عمل المشكله دي قبل كده. طيب في تاني عندنا he had studied well the night before. يبقى he had studied well the night before. بس كده. حلو قوي. عندنا تاني اخر واحده بقى he had learned his lesson. he had learned his lesson. ليه انا عملت ده؟ عشان اخد بالي من حاجه واحده. تركيبه الجمله عندي هنا عامله ازاي؟ تركيبه الجمله يا شباب عامله ازاي؟ اللي حصل بكل سهوله ان انا هنا استخدمت الهاد واستخدمت بعدها الباست participle، التصريف الثالث للفعل. التصريف الثالث للفعل ده الباست participle. بس كده. طيب تعالى كده نفهم. انا قلت لكم ان احنا بنمشي بتكنيك MFP. اول حاجه لازم تفهمها لي هو انا ليه اصلا بستخدم الزمن ده،
وانا قلت لك اوريدي اليوسج بتاعته، صح كده؟ ولكن عايزه اوضح لك بقى كام نقطه مهمين تحطهم في دماغك قبل ما ندخل على تفاصيل الشرح في الملزمه. هرجع تاني للبورد يا جماعه، وقلت لك ان انا هوضح لك بعض النقاط قبل ما نخش على الشرح الكامل في الملزمه. خلي بالك ان الباست بيرفكت بيجي مع كلمات اللي هي بنقول عليها تايم اوردر، اللي هي كلمات الترتيب الزمني. زي ايه؟ لو انا جيت قلت لحضرتك مثلا كلمه زي before اللي هي قبل، او كلمه زي after، وكلمه زي مثلا when او as soon as، كل دول بقول عليهم time order، كلمات للترتيب الزمني، فهي لازم بتيجي معاها الزمن ده، بيجي مع الكلمات ده، بيجي مع الكلمات دي. يعني لو انا جيت قلت لحضرتك for example after he had finished his work، والله هو بعد ما خلص الشغل بتاعه خرج، he went out. طيب ممكن أسألك سؤال، هو فين الحدث الأقدم هنا؟ لازم تفكر فيها، لأن هو ده قلت لك ما دام حدث أقدم هو ده اللي بيجي فيه الباست بيرفكت، هو ده اللي لازم يبقى باست بيرفكت. هاجي هنا أقول إن أنا عندي بكل بساطة يا مس هبة after he had finished، after يعني بعد هو ليه حاطة إيه هنا؟ after he had finished he went out. After he had finished his work he went out. يبقى هنا بكل بساطة الأقدم إنه خلص شغله الأول، إنه خلص إيه؟ شغله الأول، يبقى ده طبيعي past perfect لأن ده الأقدم. ولكن الأحدث إن هو خرج، يبقى قلنا ما دام أحدث يبقى past simple. خلاص ده دايما حطها في دماغك، اوعى تنساها. طيب هل عندنا كي ووردز معينة، كلمات دالة بتستخدم في الزمن ده؟ طبعا. طب زي ايه؟ تعالى كده نكتبهم برضو مع بعض، وهتلاقي انا برضو حطاهم في الشيت. كلمة مثلا زي already، يعني already انا خلصت already، تمام. كلمة زي just، كلمة زي never و ever، كلمة زي برضو by the time. كل دول كي ووردز يا جماعة بتستخدم مع الزمن الخاص بالباست بيرفكت، لازم تبقى عارفها كويس جدا ومذاكرها كويس قوي. طيب في حاجة بقى مهمة وبوينت مهمة، وكل ده برضو أنا هكرره تاني في الملزمة، ولكن محتاجة إن انتوا تفهموها كويس قوي قبل ما نخش عليها. طيب في عندي كم كلمة كده مهمين قوي ولازم تبقوا عارفين استخدامهم وليه بنستخدمهم في الماضي التام. كلمة زي no sooner، واحدة زي hardly، واحدة زي scarcely. ايه ده؟ يعني ايه؟ انا بستخدمهم ليه؟ ومين دول؟ وبيعملوا ايه؟ وايه معناهم؟ احنا مش فاهمين حاجة. هقول لك يا سيدي، كلهم يا جماعة بمعناهم تقريبا بالكاد ان، يبقى معناها اول ما اقول لك كده بالكاد ان. طب دول بيستخدموا امتى؟ بيستخدموا يا جماعه في شبه سؤال. في شبه ايه سؤال؟ هو مش سؤال، هو حاجه اسمها ايه؟ شبه سؤال. عشان كده بنحط حاجه اسمها الباست بيرفكت طبعا الزمن بتاعي، وبحط بعدها انفرشن. طب ازاي؟ نو سونر بيجي حاجه اول ما تلاقي نو سونر تعرف على طول ان انا بستخدم معاها ذان، دي ما فيهاش كلام وتحط تحتها مليون خط. لما الاقي hardly وscarcely هتستخدم معاهم حاجة اسمها when، يعني بينما، وممكن كمان before. طيب تعالي كده نعمل مثال يا مس هبة، أنا مش فاهم حاجة من اللي أنتي قلتيه. هقول لك بص بقى، لو أنا عايزة أعمل جملة في الباست بيرفكت باستخدام no sooner هرتبها كالتالي. هقول هنا no sooner، وهتحط وراها حضرتك had. ما حطيتش السبجكت ليه؟ انا قلت لك انا بعمل شبه سؤال، وما دام بعمل شبه سؤال لازم حضرتك بتبدا بمين؟ بالهات. ما ينفعش تجيب السبجكت قبليه، ما ينفعش تجيب الايه؟ السبجكت قبليه، فهبدا بهات. طب معنى كده احط السبجكت فين؟ بعد الهات، يبقى احط هنا الفاعل السبجكت بتاعك. تمام، حلو قوي. وبعد كده خلاص انا كده خلصت دي هاد، طبيعي هاد موجوده لان جملتي هنا في الماضي التام، يبقى هتحط الباست بارتيسيبل اهو.
يبقى انا عملت هنا ايه؟ حطيت had وحطيت الباست participle لان دول مرتبطين ببعض. يبقى انا فين؟ انا كده في الباست بيرفكت، صح كده؟ يبقى انا الجمله دي كلها فين؟ past perfect. طب هي كده خلصت؟ لا، انا قلت لك افصل لي بايه؟ لازم than هتجيلك مع no sooner، فهتروح حاطط لي هنا than تبقى منوره كده. تعال بس الايه الثكنس نكبره شويه، هحط هنا than. طيب وبعد than يجي لي مين؟ هيجي لي احط السبجكت عادي جدا، وبعد كده حضرتك هتروح حاطط لي الباست سمبل. الجمله في الماضي. الجمله فين؟ في الماضي. هي دي تركيبه الجمله؟ دي تركيبه الجمله، سهله قوي. يبقى انا عملت ايه هنا؟ no sooner، ولازم احط بعدها الايه؟ الباست بيرفكت، الماضي التام، واروح فاصله بعدها بذان. ليه؟ عشان اروح حاطه بعدها على طول الباست سمبل. بس كده عملت كده ايه؟ جمله. مش جمله، هي شبه سؤال. انا عملت كده ايه؟ شبه سؤال. طب ليه ده شويه بيبقى فورمال يا جماعه؟ يعني لغه رسميه اكتر شويه من الثانيه، بس لازم تبقوا عارفينها لان دي من التريكات اللي بتيجي الحقيقه في الامتحانات، وده سؤال يعتبر كده للتوبرز، يعني الناس المتفوقه قوي، تمام؟ فلازم برضو ان انتوا تبقوا عارفينها. طب تعالى كده نرتب جمله باستخدام نو سونر. ركز بقى معايا في تركيبه الجمله. هقول هنا ايه؟ انا عايزه اقول ما ان وصلت ولقيت الدنيا بتمطر، ايه اللي هيحصل؟ هقولها ازاي؟ تعالى كده نرتب. no sooner، يبقى no sooner had I arrived then، قلنا لازم افصل بthan، it started to rain. it started to rain، بدأت تمطر او بتمطر. خلاص؟ يبقى انا هنا عملت ايه؟ اهي شبه سؤال في الاول باستخدام الباست بيرفكت، وبعد كده رحت فاصله بذان، وبعد كده حطيت ايه؟ الباست سمبل. طيب لما اجي اقول بقى hardly and scarcely، ايه الفرق؟ هل في استخدام اخر؟ هقول لك بقى ممكن نعملها ازاي. لو انا هستخدم hardly and scarcely هقول لك على حاجه، هي نفس الترتيبه بالظبط. فهتبدا حضرتك يا hardly او scarcely، وبعد كده هتروح حاطط لي had، نفس الفكره، احنا قلنا ده شبه سؤال، وهتروح حاطط السبجكت الفاعل، وبعد كده التصريف الثالث. بس هفصل هنا بايه؟ يا هتحط يا when يا before. هنحط هنا when اهي، وبعد ما حطيت when يا جماعه اروح حاطط وراها على طول السبجكت، وبعد كده احط برضو الباست سمبل، الماضي البسيط. الماضي الايه؟ البسيط. يبقى هنا الموضوع مختلف. طبعا الموضوع هنا مختلف تماما. يبقى hardly و scarcely اخدت برضو هنا حطيتها شبه سؤال، ورحت حاطط الهات في الاول، وبعد كده فصلت بوين او before، وبعد كده رحت حاطط السبجكت والباست سمبل، الماضي البسيط. طب عايزه اخد مثال. انا عايزه اقول هي كانت بالكاد خلصت الامتحان لما الجرس رن. يبقى معناها كده ان هي خلصت الامتحان الاول، ويا دوبك خلصته من هنا الجرس ايه؟ رن. طب تعالوا كده نكتبها. هكتبها ازاي؟ تعالوا نستخدم hardly. فانا هقول هنا hardly، وما دام عندي hardly هحط ايه؟ had. برافو عليكم، ما ينفعش احط السبجكت. يبقى hardly she، اكمل بقى hardly ما دام عندي had هحط التصريف الثالث. hardly had she finished، خلصت ايه؟ الاكزام. the exam when، لما او بينما the bell حصل له ايه؟ ماضي بسيط، rang. لما البل rang. بس كده. بصوا الجمله سهله جدا جدا، موضوع سهل. نفس الحكايه لو استخدمت scarcely، نفس الكلام هتحطها بدل hardly the same. تعالوا بقى let's go back to the sheet، وتعالوا كده نفهم كويس قوي الليله ونشوف التكات والحركات عشان نخش كمان على عشان عايزه كمان نخش على الفورميشن. انا لسه قايله لك اليوسج، تعالى كده نفتكرها برضو مع بعض. طيب اليوسج يا جماعه تعالوا كده بكل بساطه. انا قلت هنا للاشاره الى حدث حصل قبل حدث اخر في الماضي،
تاني اكتب لي عليها past of the past. ماضي للماضي، ماضي قبل ماضي، past of the past، حطها في دماغك. past of the past حطها في دماغك. يبقى أنا هنا لو أنا قلت I had finished my homework قبل before my friends came، يبقى الأقدم عندي ده، الأقدم ده الإيه؟ الأقدم إن أنا خلصت الهومورك بتاعي قبل مين؟ ما أصحابي يجوا، يبقى ده الأحدث، ده الحدث الإيه؟ الأحدث. يبقى حطها قاعدة وقلناها في الأول، أقدم past perfect، أحدث past simple، بس كده. طيب نروح على example تاني. أنا بحب دايما أدي examples كتيرة عشان تبقى دايما في الصورة. طب لو أنا قلت هنا she had left the house، هي سابت المنزل when it started raining، عندما بدأت إنها تمطر، بدأ المطر، خلاص مفيش أي مشكلة برضو. يبقى ده هنا حصل قبل ده، هي she had already، هي فعلا سابت البيت بينما عندما بدأ المطر، يعني هو بدأ المطر بس هي قبلها كانت اوريدي بتتحرك أو اتحركت، خلاص. طيب في حاجة تانية، لو أنا هعبر عن تجربة حصلت في الماضي قبل نقطة برضو معينة في الماضي، هو برضو يا جماعة ده سيم past of the past، مش محتاجة افتكاسة، بس هو دايما احنا بنجيب لك البوينتس كده متفصصة أكتر عشان تبقى برضو فاهم. لو أنا قلت هنا by 2010، بحلول 2010، بحلول 2010 I had visited Paris 3 times، يبقى هنا معناها دي تجربة انت عملتها قبل نقطة معينة. ليه؟ يعني انت لما جت 2010 انت اوريدي قبلها كنت زاير باريس كم مرة؟ 3 مرات، يبقى ده ماضي قبل ماضي. فهمت؟ طب لو انا عايز انفي يا جماعة، عايز اقول لا، هل ممكن استخدم never؟ فاكرين؟ ممكن استخدم never، بس انا never قلت لك بتحل هي زي بالظبط equals not، هي not، ولكن هل انت بتحط not في وجود never؟ اوعى، never ever، never ايه؟ ever. فلما اجي اقول هنا he had never يعني not seen the ocean before last summer، يبقى ما شافش المحيط قبل كده في الصيف الماضي، من قبل الصيف الماضي، من قبل الصيف الماضي، يبقى هو ما شافش المحيط من قبل before ايه؟ امتى؟ last summer، يبقى ما شافوش. طب ليه؟ ده حدث اقدم ومنفي، يبقى ده نفي، فحطيته عادي جدا وحطيت never. طيب خلي بالك، ودي اخدناها اوريدي لما قلت لك ان انت بتقول عن سبب الشيء، لما اخدناها في احمد، لما قلنا ان التيتشر بتاعته was angry. طب ليه؟ راح قال لك because، وراح حاطط بعد because الباست بيرفكت، because احمد had made this mistake before، عمل نفس او the same mistake before، عمل نفس الغلطه دي قبل كده، يبقى انا هنا ماضي. يبقى انا لما اعبر عن سبب بستخدم الباست ايه؟ بيرفكت. يبقى انا هنا she was tired، هي كانت تعبانه. ليه؟ because she had worked all day، يبقى ده برضو على فكره قبلها، انا اديتك سبب، هي كانت مرهقه وتعبانه، وايه السبب؟ عشان هي قبلها اشتغلت طول اليوم، يبقى انا حطيتها فين؟ في الباست بيرفكت. طيب I was late، انا كنت متاخر، والله انا اتاخرت. طب ليه؟ because I had missed the bus، يبقى هنا نفس الكلام يا جماعه، انا هنا past perfect، ماضي قبل ماضي، نفس الكلام، وعندي because السبب، عندي because الايه؟ السبب. طيب في حاجه بقى مهمه قوي ولازم تبقوا عارفينها، لو انا جبت حاجه اسمها if only او wish، انا هنا بعبر عن يا اما عندك ندم يا اما امنيه، ولكن في الماضي، ولكن فين؟ في الماضي. بمعنى ايه؟ تعال نشوف. انا عايزه اقول انا اتمنى لو اني درست بجد او ذاكرت بجد اكتر من كده عشان الامتحانات. طيب انا في تمني للموضوع، في ايه؟ تمني للموضوع، فهقول I wish I had studied harder for the exam، كان بأمنيتي ان انا كنت اذاكر اكتر عشان الايه؟ الامتحان. طب لو انا عايزه اقول لو هي كانت بس قالت لي الحقيقه كان الموضوع اتغير يا جماعه، كان تفكيري اتغير. يبقى انا عماله اقول هنا ايه؟ هو ده حصل؟ لا، ده انا بقول انا في تمني ان ده كان يحصل بس ما حصلش، فاقول هنا if only، نفس النتيجه بتاعت wish she had told me the truth، خلاص انا الدنيا كانت بالنسبه لي هتبقى ورديه وزي الفل، تمام. يبقى انا هنا برضو في تمني. يبقى تاني، لما انت بتعمل تمني او ندم على شيء فبستخدم if only وwish، يبقى تعرف على طول حضرتك ان انت بتحط الماضي التاني الباست بيرفكت.
طيب حلو قوي. ننزل تحت كده وانا حاطه لك الكي ووردز واوريدي احنا اخدناها. يعني لما اقول لك after ولا before ولا because ولا اقول لك since ولا by the time ولا by then، كل دول من الكي ووردز. كده خلصنا المينينج، ندخل على الفورميشن. واوريدي احنا عرفنا ازاي اصلا الجمل بتتكون، بس برضو هنركز عليها. لو انا جيت قلت لك جمله خبريه affirmative، ببدا عادي بالسبجكت واحط وراها هاد واحط تصريف ثالث. خلاص خلصت. طب لو جيت قلت لك نيجاتيف، هتحط لي الفاعل وتحط بعديه had not اللي هي hadn't وتحط تصريف ثالث. خلصت. طب تعالى نقرا الاكزامبلز مع بعض. I had studied English before I traveled to New York. يبقى أنا درست الإنجليش، ده أقدم أهو، يبقى past perfect ودي جملة خبرية. قبل before يبقى قبل I traveled to New York، حطيت هنا past simple لأن ده الأحدث. يبقى أنا الأول ذاكرت إنجليش كويس قوي، خلاص ذاكرته كويس ودرسته كويس، وبعد كده سافرت نيويورك. طب لو أنا عايزة أنفي، هعمل جملة منفية ازاي؟ هقول they hadn't watched the match، ما شافوش الماتش before they went shopping، قبل ما يروحوا للتسوق، قبل ما يذهبوا للتسوق. نفيتها عادي جدا. طيب they accepted the suitor after، بعد، هنا العكس. لما after تبقى موجودة، لو خلي بالك لو لاحظت before جه قبلها الباست بيرفكت، جه قبلها ايه؟ الباست بيرفكت، ولكن after هيجي قبلها مين؟ الباست سمبل. الباست ايه؟ سمبل. انا عايزه اقول لك ان هم وافقوا على العريس، سوتر يعني عريس، العريس اللي متقدم. امتى بقى؟ بعد. يبقى هنا ده الحدث الاقدم، هنا العكس، الحدث الايه؟ الاقدم. بعد ما عملوا ايه؟ they had asked well about his reputation، سالوا كويس عن سمعته. يبقى reputation يعني سمعه، سمعه بقى منشاه، سمعه شخص، سمعه منظومه، اي حاجه بقول عليها سمعة مدرس. خلاص يبقى دي ايه؟ reputation. طيب لو انا عايزه انفي، هقول هنا I hadn't booked، والله انا ما حجزتش الرومز، الغرف before I arrived، قبل ما اوصل. يبقى تاني before، تاني نلاحظ قبلها بيجي مين؟ الباست بيرفكت، الحدث الاقدم، ولكن after بيجي قبلها الباست سمبل اللي هو الحدث الاحدث. خلي بالك لان before يعني قبل، after يعني بعد، فلازم تبقى تفهم، ترجمها كده في دماغك وافهمها. اللي بعده، طب لو انا عايز اعمل question يبقى هعمل سؤال بقى. طيب انا قلت لك قبل كده يا شباب يا حلوين ان احنا عندنا two kinds of questions، نوعين من الاسئله. ايه هما؟ بكل بساطه، اول واحد في حاجه اسمها direct question، سؤال مباشر، وده تجاوبه بيس ونو وخلصنا. وفي تاني أسئلة بتبدأ بكلمات استفهامية WH questions، اللي هي زي when و where و how و who والكلام ده كله. خلاص؟ طيب إزاي؟ هقول لك حاجة. أول واحد، لو أنا هستخدم اليس والنو question، طبيعي أنا في الماضي التام هبدأ بهاد وأحط بعده فاعل وتصريف ثالث وأكمل جملتي. طب لو عندي WH question، لا الموضوع مختلف، هحط الكويستشن وورد الأول وبعد كده تحط لي هاد والسبجكت والإيه؟ والباست بيرفكت. طب تعالى ناخد مثال. هعمل هنا yes و no question. لو أنا قلت لك had you watched the movie before، هل أنت شفت before that day، أنت شفت الفيلم ده قبل اليوم، قبل النهاردة that day، هتقول له لو أنا عايزة أقول يبقى هقول yes I had أو no I hadn't بس. طب أنا عندي هنا لا، ده أنا محتاج إيه؟ إجابة طويلة. طب ليه إجابة طويلة؟ مفيش yes و no، لأن أنا بادية ب WH question. فأقول لك هنا what أهي had happened before you phoned the police. هو ايه اللي حصل قبل ما تكلم البوليس؟ هو ايه اللي حصل؟ ما تقول لنا. اقول لك بقى the thief، الحرامي had entered the house، دخل دخل البيت. يبقى ده كده اقدم، قبل ما يكلم البوليس ايه اللي حصل؟ فعل اقدم اهو، استخدمت past perfect. الحرامي دخل البيت، دخل ايه؟ البيت. بس كده. طيب خلي بالك من الحاجات المهمه اللي دايما يا جماعه بنقول المبني للمجهول. يعني ايه passive تاني؟ مبني للمجهول. ايه هو؟ طب ازاي ببني للمجهول في الباست بيرفكت؟ بكل بساطه، عندك باست بيرفكت هتستخدم برضو الهاد، بس هبدا بمين المره دي؟ الاوبجكت اللي هو مين؟ المفعول، المفعول به. خلاص بدات بالمفعول به، احط هاد. وقلت لك مليون مره وارجع للفيديوهات، انا لما ببقى بستخدم باسيف لازم شكل من اشكال verb to be موجود في الجمله.
فيهاش كلام، ما فيهاش كلام. طب انا بتكلم على ماضي، خلاص انا اوريدي حطيت هاد. احنا قلنا مليون مره هاد يبقى لازم بعديه تصريف ثالث للفعل، يبقى طبيعي هتجيب لي verb to be في التصريف الثالث وتكمل برضو بتصريف ثالث للفعل الاساسي. طب تعالى نحول جمله خبريه لباسيف. جاي اقول لك هنا دي كده جمله اكتف. جمله ايه؟ اكتف. جمله خبريه عاديه جدا. I had finished my work before the break. والله انا خلصت شغلي قبل الايه؟ البريك. طب عايزه اقول ان انا كده الشغل خلص عن طريقي قبل البريك. هقولها ازاي؟ انا كده هحول. طبيعي هتبدا لي هتدور على المفعول. هو مين اللي اتعمل فيه الفعل؟ مين؟ الورك. يبقى هتقول كده the work، مش هتقول طبعا my، هقول the work. يبقى كده ده object، ده كده ايه؟ مفعول. طيب واحط بعدها، انا لسه قايله لك هنزل had. حلو، احنا اهو بنعملها تاني. وقلت لك لازم شكل من اشكال verb to be، يبقى هحط been. وبعد كده احط الفعل الاساسي في التصريف الثالث، يبقى past participle، وكمل جملتك before the break. فبقت كده the work had been finished before the break. وممكن تزود تقول عن طريقي، فممكن تقول by me. ممكن تقول هنا مثلا by me، بواسطتي، عن طريقي انا. خلاص؟ طيب نوتس مهمه وركز معايا فيها، لان دي تريكات وحركات بيجيبوها في الامتحانات وش من غير ما نفكر. تلاقي فجاه كده هو يحب يعمل ايه؟ يصحصحك كده وينبهك، فلازم ان انت تبقى عارف كل التكات والحركات، لازم. فدي تريكس اند تيبس. اوكي، تعالى كده نشوف. لو انا جيت يا جماعه في الجمله استخدمت after و as soon as، واستخدمت when و the moment once، بص انا هعمل ايه؟ ركز معايا. تعالى. after she had arrived home. after she had arrived home. ايه اللي حصل هنا؟ she phoned me. ايه اللي حصل؟ انا جبت هنا الافتر جه معاها مين؟ الباست بيرفكت، طبيعي. بعد. يبقى الاقدم عندك هنا ان هي لما انا وصلت البيت هي كلمتني، يبقى الاحدث انها كلمتني، والاقدم ان انا وصلت البيت. يبقى انا حطيت ماضي تام وبعدها رحت حاطه ايه؟ ماضي بسيط، بالظبط كده. طيب لو انا جيت هنا قلت لك عندي after او on، ورحت لازم ما دام عندك after و on وحطيت بعدهم noun، او خلي بالك الناون ممكن يبقى gerund، يعني تحط infinitive وتحط معاه ing، يبقى انت كده قلبته اسم. على فكره ساعات بنعمل كده في الافعال، تحط الفعل في الانفينيتيف فورم وتزود له ing، قلب كده gerund. هتحط الجمله بتاعتك بعدهم في الماضي البسيط. لو انا قلت after ولا on arriving، هنا انا استخدمته noun، استخدمته اسم. استخدمته ايه؟ اسم. after arriving home او on arriving home she phoned me، يبقى انا كده ده past simple، ماضي بسيط. طب لو انا جبت having في الاول، حطيت having يا جماعه احفظ كده، هحط تصريف ثالث past participle ويجي بعدها جمله ماضي بسيط. طب ازاي؟ having arrived home she phoned me، لما وصلت البيت كلمتني. بس كده. الحاجات دي لازم تتحفظ يا جماعه، للاسف لازم تبقى عارفها كويس. طيب لو جيت قلت before وباي ذا تايم when، احنا قلنا يا جماعه دول كلهم هيجي وراهم لازم ماضي بسيط، والماضي التام يجي لك في الاخر، لان انت عندك before هي نفسها باي ذا تايم او when. فهقول هنا before she phoned me، يبقى هنا استخدمت الماضي البسيط الاول، وبعد كده حطيت الماضي التام الناحيه الثانيه she had arrived home. بس كده. طيب نمبر 5، لو جيت قلت لك ساعات ممكن احط before يا مس هبه واحط بعدها now، مفيش مشكله، وهتحط هنا الجمله ماضي تام. الجمله اللي بعدها هتبقى ماضي تام. بمعنى ايه؟ before وحطيت الاسم اهو الناون، او لو انت عندك اسم عادي من غير اي حاجه infinitive ing اهو before phoning me، قبل ما تكلمني she had arrived home. يبقى هنا الموضوع مختلف، هنا انا استخدمت ايه؟ الماضي التام في الجمله الثانيه، خلي بالك. طيب حاجه بقى تانية، ودي ملحوظه مهمه قوي حطها في دماغك. بص بقى، لو انا جبت يا جماعه جمله منفيه، جمله ايه؟ منفيه، واستخدمت حاجه اسمها until وتل اللي هي معناها حتى. معناها ايه؟ حتى. جملتي هتبقى عامله ازاي؟ until وتل هيجوا في النص. هيجوا فين؟ في النص، زي هنا كده until جت في النص، او تل، الاثنين نفس المعنى.
قبل until وتل هتحط لي جمله ماضي بسيط. ماضي بسيط بعدهم ماضي تام. ماضي تام. طب تعالى نفهم الجمله. ايه اللي حصل؟ she didn't phone me، ما كلمتنيش لحد she had arrived home، لحد ما وصلت البيت. حتى ان وصلت البيت. حتى ان وصلت البيت. يبقى هي ما كلمتنيش، يبقى طبيعي تستخدم ماضي بسيط until لحد ما ايه؟ حتى وصلت البيت. she had arrived home. يبقى لما تلاقي until وتل تاني قبلها past simple بعدها past perfect. until وتل قبلها past simple بعدها past perfect. بس كده. اوكي؟ طيب تعالى نخش على بوينت تانية، ودي اوريدي احنا قلناها. انا حاطه لك هنا النوتس دي مهمه قوي. after هي بتساوي before that. هي after هي before that. وافتر احنا قلنا بعد، يبقى طبيعي هتحط لي وراها الباست بيرفكت، الباست ايه بيرفكت. after I had done the shopping I went home. هي برضو before that نفسها. طيب I went home اهو، بص بقى before that I had done the shopping. نفس الفكره. طب لما اقول لك before هي after that يبقى بص اللخبطه. تعالى كده after بتساوي before بس لازم تحط that. ايه ده؟ يا ميسابه. طب هنا before هي بتساوي after بس تحط لي that مع after. بص تاني after بتساوي before بس لازم that موجوده مع before. طيب before بتساوي after بس لازم تحط that مع after. خدت بالك؟ طيب before I went home قبل ما اروح البيت I had done the shopping، عملت التسوق خلاص. طب لا هنا بقى after that بعد ذلك I had done the shopping، العكس after that I went home. خلي بالك منها اهي التوبرز نوتس، ودي اوريدي قلناها لما قلت لك هنا scarcely و no sooner، واخدنا برضو hardly. كل ده اوريدي احنا اخدناه فمش هعيده تاني. كل ده اوريدي يا جماعه اخدناه. طيب هنبدا دلوقتي الحل، وانا مقسمها لك. يعني هتلاقي كلاس ورك الاول، وبعد كده هننزل تحت هتلاقي الهوم ورك بتاعك. خلاص الهوم ورك ايه بتاعك. فيلا بينا نبدا ونقول بسم الله. بصوا بقى، اول سؤال عندي لما بيقول لك choose the correct answer، اختار لي الاجابه الصح. 4 اختيارات ويقول لك لازم تختار لي الاجابه الصح. طب تعالى نمشي واحده واحده. after بعد she set the table. طيب احنا قلنا after الجمله بتاعت after لازم هيجي معاها past perfect، لان الثانيه هنا جايه في الماضي البسيط. يبقى هقول cooked ولا had cooked ولا cooks ولا cooking. طبيعي يا جماعه هتبقى had cooked. حل معايا لان ده كلاس ورك. by the time اهي منوره، دايما تعمل لي كده، دايما highlight الكي ووردز. يعني انا عندي after highlighted، by the time highlighted، we arrived at the cinema. ما خلي بالك by the time هي زي before. خلاص the movie ايه؟ يبقى طبيعي هتقول لي ايه؟ الجمله الثانيه هتبقى في الماضي التام، يبقى هتقول ايه؟ had started. حلو جدا. when I arrived at the station، الكي وورد بتاعتي اهي when I arrived، انا جملتي هنا past simple، يبقى طبيعي الناحيه الثانيه هتبقى ايه؟ ماضي تام past perfect. يبقى the train had left، كان اوريدي مشي خلاص. لما وصلنا المحطه الترين، يبقى هو الاول الحدث الاقدم ان الترين ايه؟ مشي، وبعدها هنوصل. number 4 she ate her homework before اهي before حفظنا مليون مره she went to the party اهو ماضي بسيط، يبقى قبلها ايه؟ ماضي تام. برافو عليك. يبقى she ate her homework she had done، بالظبط كده she had done. اوعى تكون قاعد لي كده الملزمه في ايدك وبتحل معايا كانك في الفصل بالظبط، ما فيهاش كلام. يلا number 6 سهى a stable job. سهى لقت وظيفة ثابتة. only after بعد اهي keyword she had completed her computer course، بعد ما خدت كورس الكمبيوتر بتاعها. طب انا اوريدي الجملة بتاعتي ما هو after بيجي بعدها الباست بيرفكت يا جماعة، يبقى الجملة الأولانية ايه؟ past simple، يبقى she found، يبقى سهى found a stable job، شغل مستقر. I didn't recognize يعني أنا لم أدرك the street vendor. street vendor اللي هو عارفين البائعين اللي بيبقوا في الشارع، واحد كده ماسك اللي هو العربية مثلا بتاعت الخضار أو عربية أي حاجة كده وبيبقى واقف في الشارع، ده بنسميه إيه؟ street vendor.
انا ما عرفتوش، ما ادركتش هو مين because he scored to a new location، عشان هو خد العربيه بتاعته، الكارد بتاعته دي، العربه بتاعته في مكان تاني. يبقى انا هقول هنا ايه يا جماعه؟ had moved ولا moves ولا has moved، دي has، ولا is moving. I didn't recognize الجمله الاولانيه اصلا ماضي بسيط، يبقى الجمله الثانيه ماضي تام، يبقى هقول had moved. فكر. طيب before اهي keyword she visited France، قبل ما تروح تزور فرنسا she ate any French bread، عمرها ما دقت اي فرنش، عيش الفرنسي ده عمرها ما دقته قبل كده. يبقى هقول ايه؟ الجمله بتاعتي الاولانيه past simple، يبقى الثانيه ايه من غير ما افكر؟ past perfect. ولكن انا عايزه اقول عمرها، يبقى في never في الموضوع. يبقى ترتيب الجمله عامله ازاي؟ هقول never ate ولا had never eaten ولا never eats ولا has never eats. طبعا يا جماعه had never eaten. ترتيب الجمله كده. Number 9 they ate already يا جماعه من keywords eaten when we arrived، هي already كانت اكلت ماضي قبل ماضي لما وصلنا، يعني احنا وصلنا بس قبلها هي كانت اكلت. يبقى هقول ايه؟ they had already eaten. لا ده هم، مش انا كنت فاكره شي، هم. طيب by the time keyword اهي the teacher came، لما teacher جت the students ate the lesson already كانوا بدأوا اللسن، يعني التيتشر جت من هنا هم بدأوا ايه؟ كانوا بدأوا اللسن. يبقى had started the lesson. when she called me لما كلمتني keyword اهي when I ate to bed، انا already خلاص رحت السرير بنام، يبقى I had gone to bed. I realized انا ادركت والله that I ate my keys at home، ان انا نسيت مفاتيحي في البيت. والله رحت مكان فجأة ببص ايه ده؟ انا نسيت مفاتيحي في البيت. الأقدم إيه؟ إن أنا نسيت المفاتيح في البيت، يبقى هقول إيه؟ I had forgotten. I had forgotten. Once the team، once يا جماعة، once بعديها إيه؟ noun. أيوة اللهم صل على النبي. إيه؟ the chorey meeting، فاكرين الchorey meeting اللي هو الاجتماع الصغير كده اللي بيعملوه اليابانيين. They felt more connected. يبقى once the team had ended لأن الجملة الثانية عندك ماضي بسيط. خلاص؟ they felt more connected، حسوا بتواصل أكتر. no sooner، الله بدي no sooner شبه سؤال inversion، هحط إيه؟ had I arrived. ها صح، يبقى أنا كده جملتي past perfect. إيه اللي بيجي مع no sooner؟ هفكرني كده؟ إيه ده؟ when ولا then ولا while ولا after؟ أيوه والله سامعاك. ايوه كده than، ايوه كده. انا عارفه ان انا الطلبه بتوعي شاطره والله العظيم مكسرين الدنيا. طيب hardly بالكاد نفس الكلام شبه سؤال، وده قلنا مور فورمال اللي بعمله عشان رسمي اكتر. had she finished، خلاص حلوه قوي، ده جمله في الباست بيرفكت. her homework she went to bed. طب ممكن اسال سؤال؟ hardly scarcely بيجي معاهم ايه؟ when. ايوه كده يجي معاهم when، وممكن تبقى كمان before. على فكرة 2 صح. خلاص؟ طيب ننزل عند number 16. She was angry، كانت غضبانة because سبب he ate to her، كذب عليها. اديت سبب، ما دام حطيت because بعديها ايه؟ past perfect. had lied، كذب عليها. scarcely keyword had they left the house، هنحط ايه؟ when. برافو عليكم. طيب the flowers died، والله ايه ده؟ الورود ماتت. سبب because I ate them، انا ما سقيتهمش. طيب يبقى انا هنا بعد because احنا قلنا past perfect، يبقى احط ايه؟ hadn't watered. هل ينفع اقول لك بقى watered ولا don't؟ لا طبعا. I met Sarah، انا قابلت سارة والله. I ate her since 2020، since ما قابلتهاش من سنة 2020. يبقى I hadn't met. بص بقى أنا ملخبطاك بقول لك hadn't meet، لا أنا عايزة past participle، يبقى hadn't met. خلي بالك. Number 20 when I checked my bag، لما بصيت when هنا من keywords، لما بصيت كده على الشنطة بتاعتي I found that، اكتشفت إن أنا I ate my wallet، نسيت المحفظة بتاعتي. أقدم وصلت المكان ببص ما لقيتش المحفظة. الأقدم يبقى I had lost my wallet. بس كده. سهلة؟ سهلة.
نخش يا جماعه على سؤال الري رايت اللي بيلخبطكم، فركزوا معايا كويس جدا فيه. تعالوا كده نكتب ونشوف هنعمل ايه. بيقول لك هنا first I saw the movie then I read the book. عايزك تستخدم before. طيب احنا قلنا before يا جماعه يعني قبل. طيب يبقى طبيعي انا هحط before في النص. الجمله بتاعت before لازم هتيجي معاها ايه؟ الباست simple. يبقى انت هتحط الماضي التام الاول وبعد كده before، بعد كده الايه؟ الماضي البسيط. يبقى هقول ايه؟ I had seen the movie وحط before قبل. I read the book. أنا شفت الفيلم الأول قبل ما أقرأ الكتاب، لأن then بتعبر عن بعد، أنا عملت ده بعدها. يبقى أنت عندك الأقدم إن أنا شفت الإيه؟ الموفي. طيب I finished my homework and then I watched TV. عكس after يعني بعد، الموضوع هنا مختلف. يبقى أنا عايزة أقول I finished my homework، أنا خلصت الهومورك بتاعي وبعدها أنا شفت التلفزيون. يبقى after هتجيلك فين؟ يبقى after ممكن نجيبها في الأول after I had finished، بعد ما خلصت الواجب بتاعي. After I had finished my homework، هختصرها بس عشان كده هحط كوما I watched TV. موضوع مختلف. before و after مختلفين. She finished her work then she left the office. خلصت شغلها وبعدها راحت ايه؟ سابت الايه؟ المكتب. no sooner. يبقى no sooner في الأول. طيب had no sooner had، افتكر no sooner had she السبجكت بعدها finished her work. اللي بيجي بقى معاها no sooner than she left the office أو the office. طبعا بنكسر عشان في عندي vowel. the office. بس كده. We entered the cinema. The movie started immediately. أول ما دخلنا السينما الفيلم بدأ على طول. يبقى hardly. طيب hardly نفس فكرة no sooner. يبقى hardly had we. يبقى had we entered الفعل طبعا the cinema هقول ايه بقى؟ when the movie started، وما تحطش immediately. started. اوكي بس. طيب number 5 he reached home. وصل البيت. it began to rain. بدأت تمطر. عايزة أقول scarcely. طب بص بقى scarcely ايه؟ had he reached home. اللي حصل تحط لي when طبعا. when it ماضي بسيط began to rain. بدأت تمطر أو مطرت لأن ده ماضي. I saved some money and then I bought a new laptop. عايز أقول until يبقى الجملة اللي قبلها منفية في ماضي بسيط. يبقى هقول كده أنا والله ما اشتريتش اللابتوب لحد ما عملت سيفنج للموني، يعني حوشت شوية فلوس. يبقى هقول إيه؟ I didn't، ما اشتريتش. I didn't buy. يبقى هنا دي هتجيبها لي في الأول بس هتحطها لي منفية. a new laptop، والله ما اشتريتش new laptop. until حتى I هحط الجملة في الإيه؟ ماضي تام. I had saved some money. بس كده. طيب he understood the story after the teacher had explained it. هو فهم الستوري
ولكن بعد لما التيتشر شرحتها. طب عايزه اقول didn't يبقى هستخدم هنا until. يبقى he didn't ما فهمش القصه. he didn't understand رجعني الفعل الاصلي. the story until او till الاثنين صح. ممكن تقول tell كمان. خلاص الاثنين مظبوطين. until the teacher وهنقول had explained it. بس كده. Number 8. The train left before our arrival at the station. والله القطر كان مشي قبل ما نوصل المحطة. يبقى when. يبقى لما وصلنا كان القطر مشي. يبقى when we arrived. لما وصلنا. خليك بقى ذكي. ما ينفعش اقول when our arrival. انت بتستخدم هنا وصلنا. لا انا عايزه فعل ماضي بسيط. يبقى when we arrived at the station للمحطة. لما وصلنا المحطة the train كان مشي. had already left أو the train had left. بس كده. بص سهلة والله بس هي محتاجة يا جماعة ذكاء والله. خليك ذكي 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 ذكي. اوكي طيب they left the house. هم سابوا البيت. and then the storm العاصفة بدأت. the storm started by the time. يبقى by the time هي زي before. by the time يبقى هتحط زي before يبقى ماضي بسيط. by the time they left the house سابوا البيت. the storm had started بدأت. كانت العاصفة بدأت. طيب number 10 ودي آخر واحدة. I finished the book. أنا خلصت الكتاب. Then I gave it to my friend. وبعدها اديته لصاحبي. As soon as. أول ما حصل ده. As soon as. طيب as soon as I. طيب ركز لي بقى هنا. هو الأقدم إن أنا خلصت الكتاب ولا أنا اديته لصاحبي؟ مين اللي حصل الأول؟ إن أنا خلصت الكتاب. يبقى as soon as هتاخد ماضي تام. يبقى as soon as I had finished. خلصت مين؟ the book. ايه اللي حصل؟ I gave it ماضي بسيط to my friend. بس كده بكل بساطة. and full stop. وبكده نكون خلصنا الباست بيرفكت كاملا. هنخش على باقي الفوكاب الخاصة بيونت 7. يلا بينا.